السلام عليكم يا أروع ناس في الدنيا كلها. النهارده هناخد حاجة اسمها زوما كورس. زوما كورس اللي هو سمر كورس. من الآخر دي دخلتك للبداية بتاعتك لو أنت بادئ في الألماني أول سنة الأولى إعدادي، أول سنة ليك في الألماني. الموضوع ده هيسهل لك حوالي من 70 ل 80% من المنهج بتاعك كله. زي ما أنتم شايفين هنا مكتوب دويتش für Anfänger يعني الألمانية للمبتدئين. وأنا لما ابتديت أسلم عليكم قلت يا أروع ناس في الدنيا، لأن أنتوا النهارده مع ألماني برواقة. هنتعلم الألماني بكل بساطة وبكل رواقة. تعالوا نشوف بقى هنتعلم إيه النهارده مع بعض. زي ما أنتم شايفين كده قدامكم ده المواضيع اللي هنتكلم فيها النهارده. التحيات ان انا اقول حد صباح الخير او مساء الخير دي بجروسنجن. ده ابشيد، بعد كده انا مثلا سلمت عليه وخلاص وماشي هقول له وداعا، ده ابشيد. زي فورشتيلن وانا كنت واقف معاه كنت بعرف نفسي بقول اسمي نعم، بقول انا من انهي بلد اللي هي مثلا مصر او المانيا او انجلترا. بعد كده الفون اوت انهي محافظه او انهي مدينه انا ساكن فيها، مثلا المنيا اسكندريه. وفي الاخر اتكلم عن عيلتي، والدي ووالدتي واخويا واختي. وفي النص كده ما بينهم هنتكلم عن الحروف das الفابيت ودي تسالن اللي هي الارقام. مستعدين نبدا؟ يلا بينا. اول حاجه هنبدا بيها هي التحيات، لان اول حاجه بتبدا بيها لما تتكلم مع حد قدامك انك تسلم عليه. فالالمان عندهم تحيات معينه، تعالوا نشوفها. جوتن مورجن. جوتن مورجن دي بتتقال اللي هي صباح الخير، وبتتقال في الفتره اللي هي زي من 6 الصبح لحد 12 الظهر. بعد كده تاني تحيه جوتن تاج، ودي معناها يعني يومك جميل وسعيد. جوتن تاج دي بتتقال في الفترة ما بين 12 الظهر لحد الساعة 5 المغرب. بعد كده دخلنا من 5 المغرب ل 12 بالليل بنقول جوتن آبند. جوتن آبند معناها مساء الخير. وفي الأخير برضو في كلمتين احنا دايما بنستخدمهم دايما. هالو هاي. هالو هاي. شفت الموضوع سهل ازاي؟ يبقى كده تاني التحيات. جوتن مورجن، جوتن تاج، جوتن آبند، هالو هاي. Guten Morgen, guten Tag, guten Abend, hallo, هاي. دلوقتي تعالوا نشوف صيغ الوداع. Der Abschied. Der Abschied معناها الوداع. طيب أنا مثلا واحد داخل ينام فبودعه إن أنا داخل أنام فبقول له Gute Nacht. Gute Nacht معناها تصبح على خير. لو تلاحظ إحنا في التحيات كنا بنقول Guten Tag, Guten Morgen, Guten Abend، لكن هنا Gute Nacht. طيب أنا مثلا هسلم على حد وأنا ماشي بقول له Tschüss Tschüss وداعا. ممكن تقال إلى لقاء آخر Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. أو ممكن أقول له إلى لقاء آخر اللي هي see you soon bis später. bis später. يبقى إحنا كده صيغ الوداع اللي إحنا اتعلمناها النهارده Gute Nacht, Tschüss, Auf Wiedersehen، وآخر حاجة قلناها bis später. وبكده نكون خلصنا صيغ الوداع. تعالوا دلوقتي ناخد حاجة تانية وهي تعريف النفس. sich vorstellen. sich vorstellen. أول حاجة الاسم. أنا اسمي، إزاي أعرف أعبر عن اسمي؟ وهنعرف 3 صيغ مختلفة إزاي تعبر بيهم عن اسمك. هاكونفت البلد بتاعتك، سواء أنت من مصر، السعودية، سواء أنت من ألمانيا، من إنجلترا، أيا كان ده البلد المقصود بيها. بعد كده فون أوت ده محل إقامتك، أنت ساكن في القاهرة، ساكن في اسكندرية، أو حتى جوه القاهرة أنت ساكن في مدينة نصر، فده المقصود بيه فون أوت. يلا بينا نبدأ. أول حاجة الاسم. الاسم ممكن تسأل عنه ب3 صيغ وليه 3 إجابات مختلفة. أول سؤال wie heißt du؟ wie heißt du؟ wie heißt du؟ wie heißt du؟ ماذا تدعى؟ هقول أنا أدعى علي. ich heiße علي. ich heiße عبد الله. لو أنت اسمك أحمد هتقول ich heiße أحمد. wer bist du؟ 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 أنت مين؟ ich bin علي. أنا أكون علي. ich bin عبد الله. أنا أكون عبد الله. ich bin أحمد. أنا أكون أحمد. wie ist dein Name؟ wie ist dein Name؟ أكيد واضحة إن هو بيقول لك what's your name؟ إيه اسمك؟ فتقول mein Name اسمي أنا mein Name ist علي. أنت ممكن تقول mein Name ist أحمد. أنا أقول mein Name ist عبد الله. أنت ممكن تقولي mein Name ist سارة. ودي هي ال3 صيغ اللي تقدر تتكلم بيهم عن نفسك علشان تعرف اسمك. الموضوع بسيط جدا، ما تحاولش تعقده على نفسك. طيب يا رايق انت وهو، تعالوا نشوف مع بعض ازاي هعرف اعبر عن البلد اللي انا جاي منها، سواء انا من مصر او من السعوديه او من المانيا او انجلترا او ايا كان.
في سؤال واحد. woher kommst du woher kommst du woher kommst du woher kommst du انت منين؟ هقول ich komme انا جاي aus من ich اللي هو انا komme يعني انا جاي الفعل kommen aus ich komme aus انا جاي من واقول البلد ich komme aus Ägypten ich komme aus Ägypten خلي بالك عشان ده غلط شائع في النطق في ناس بتقول إيجيبتن انما هي Ägypten Ägypten ich komme aus Ägypten او ich komme aus Amerika ich komme aus Italien Ich komme aus Deutschland. Deutschland اللي هي ألمانيا. هتلاحظ ان انا لما قلت امريكا ما عرفتهالكش لان هي باينه من اسمها ان هي امريكا. لما قلت ايطاليان ما قلتلكش ان هي ايطاليا لان هو واضح من اسمها، بس لما جيت على المانيا قلت دويتشلاند المانيا لان دي كلمه مش زي جيرمان. هنا كلام شبه ما احنا بنقوله بالعربي او بالانجلش، انما جيرماني بالالماني اسمها دويتشلاند. دويتشلاند دويتشلاند بلد الالماني. دويتش اللي هو الالماني ولاند اللي هي بلد. الاثنين مع بعض اسمها دويتشلاند اللي هي المانيا. وبكده نكون خلصنا الجزء بتاع انا عايز اسال حد انت منين. تعال اقول له انت ساكن فين. يا ترى السؤال ده اقدر اساله ازاي؟ لما احب اسال حد عن هو ساكن فين هتكلم دلوقتي عن حاجه اسمها فون اوت. فون اوت محل السكن. Wo wohnst du؟ السؤال عنها بنقول Wo wohnst du؟ أين تسكن؟ Wo أين wohnst تسكن. Du اللي هو أنت. Wo wohnst du؟ أين تسكن أنت؟ Ich wohne in أنا أسكن في. هتلاقيها متكررة معانا في الثلاث جمل. Ich wohne in. Ich wohne in كايرو. Ich wohne in أليكس اللي هي ألكسندريا. Ich wohne in أسوان. Ich wohne in المنيا. Ich wohne in المنصورة. أي مكان أنت فيه تقدر تقول Ich wohne in وتحط المكان ده. Ich wohne in نصر شتات مدينة نصر. Ich wohne in جيزة أنا ساكن في الجيزة. تقدر تستخدم ده. في حد بقى ساكن في فرنسا في باريس تحديدا فبيقول Ich wohne in Paris. Ich wohne in Paris. Ich wohne in Berlin. Ich wohne in Berlin. أنا ساكن في برلين. السؤال بسيط جدا بقول wo wohnst du. wo أين wohnst تسكن du أنت. والإجابة بتقول ich wohne in. ich wohne in. وبكده نكون خلصنا الجزء بتاع مكان السكن. حابب دلوقتي أعمل معاكم مراجعة سريعة على التعريف بالنفس. أول حاجة اتكلمنا فيها هي نامة. قلنا Wie heißt du؟ ماذا تدعى؟ وأقول ich اللي هو أنا. Ich heiße عبد الله. Ich heiße علي. Ich heiße سارة. تاني سؤال معانا اللي هو Wer bist du؟ Wer bist du؟ من تكون؟ Wer من bist تكون du اللي هو أنت. أنت مين؟ فتقول أنا أكون أو أنا عبد الله. Ich bin عبد الله. أنت ممكن تقول على نفسك Ich bin علي أو أنت ممكن تقول على نفسك Ich bin سارة. آخر سؤال معانا في الاسم Wie ist dein Name؟ Wie ist dein Name؟ ماذا يكون اسمك؟ Wie ist ماذا يكون dein بتاعتك أنت وجاي بعدها اسم يبقى Wie ist dein Name؟ ما اسمك. فأنت ممكن تقول اسمي عبد الله. Mein Name ist عبد الله. وأنت ممكن تقول عن نفسك Mein Name ist علي أو Mein Name ist أحمد أو أنت ممكن تقول عن نفسك Mein Name ist سارة. تاني حاجة في الهاكونفت كان سؤال واحد بس وهو Woher kommst du؟ Woher kommst du؟ واقدر اجاوب عنها ich komme aus واقول البلد. Ich komme aus Ägypten. Ich komme aus Deutschland. Ich komme aus Italien. Ich komme aus Spanien كمان. ممكن اسبانيا انا ما كنتش قلتها في الفيديوهات اللي فاتت معناها اسبانيا. اخر سؤال معانا في التعريف بالنفس هو الفون اوت محل السكن. انت ساكن فين؟ Wo wohnst du؟ Wo wohnst du؟ Wo أين wohnst تسكن du أنت. Wo wohnst du أين تسكن؟ والإجابة بتاعتها بتكون ich wohne in. ich wohne in وحط المكان اللي أنا ساكن فيه. Ich wohne in Kairo. Ich wohne in Alex. Ich wohne in Giza. Ich wohne in نصر شتات. وبكده نكون عملنا مراجعة سريعة على التعريف بالنفس للاسم وللبلد وللمكان اللي أنا ساكن فيه. شفت الموضوع سهل إزاي؟ تعالوا دلوقتي مع بعض ناخد الحروف. هتقول لي يا رايق اللي أنا متعوده في أي لغة إن أنا ببدأ بالحروف. ليه ما بدأتش معانا بالحروف؟ لأن أنت مش لازم تبدأ بالحروف. وأديها تجربة عملية إن أنت لما بدأت تعرف تتكلم تعمل تحية للناس تقول لهم هاي هالو تقول لهم جوتن مورجن وبعد كده تعرف تتكلم عن نفسك وتقول ماين نامه است أو ich bin عبد الله. وكمان تعرف تقول ich komme aus Ägypten. ich komme aus كايرو ولا ich wohne in كايرو أنا ساكن في القاهرة. وبعد كده ودعتهم وقلت لهم تشيوس
او قلت لهم او فيرازين، انت ده كله ما كنتش محتاج تعرف الحروف عشان تعمله. ده اثبات عملي ان اللغه بتكون ممارسه، وده اللي احنا هنكون بنشتغل عليه. انت مش بس بتلم منهج، لا انت كمان بتكتسب لغه تفيدك قدام، لان زي ما انتم عارفين اللغه الالمانيه مستقبلها مبهر جدا جدا. بدون كلام كتير يلا نبدا في الحروف. Das Alphabet. Das Alphabet الابجديه او الابجديه. A. A. عارف انت لما تخبط فتقول تمام. A. B. B. ده بي بقى، يعني ده الشخص ده بي، مش واحد مننا، لا ده بي، ده حاجه كبيره. سي. سي. دي. دي. اي. اي في اي، عارف لما تقول حد في ايه، هي بالظبط. اي. اف. جي. واحد لسه جاي فبتقول ان هو جي يعني. جي. ها. اي. يوت. الحرف ده اسمه يوت. كا. تعالوا بقى نغنيهم. الموضوع هيبقى اسهل لما نغنيهم. هنغني الجزء الاولاني وبعد كده نغني الجزء الثاني. A B C D E F G H I J K. موضوع بسيط جدا. انت وانت في البيت حاول انك تتدرب عليها وتمارسها، وكده كده هنقول ملاحظات تبين لك الاصوات وتعرف تفرق ما بينهم في الاخر. الجزء الثاني انا بسميه واحد بيقع من على السلم. الام ان او بي كو. الام ان او بي كو. ار اس تي او فاو في اكس ابسلون ست. قلتهم بسرعه، يلا نعيدهم مره ثانيه بالراحه شويه. ال. ال. ام. ام. ان. ان. او. او. بي. بي. كو. الام ان او بي كو. الام ان او بي كو. بعد كده حرف ار. ار. اس. اس. تي. تي. او. او. فاو. فاو. في. في. عارف العربيه البي ام دبليو؟ لا هي اسمها بي ام في. في المانيا اسمها بي ام في، لان هي اساسا البلد اللي بتصنع العربيه البي ام دبليو اللي هي بي ام في. في الاخر معانا ثلاث حروف اكس ابسلون زد. اكس ابسلون زد. هتلاحظ ان انا كاتب لك في الملاحظات هنا الحروف الغريبه يوت وابسلون. الحروف دي انت ما سمعتهاش قبل كده في الانجليش. يوت. ابسلون. هو احنا عارفين شكلهم بس النطق هنا مختلف كحروف. يوت. ابسلون. يوت. ابسلون. طيب الثلاثه دول انا حاططهم جنب بعض علشان عايز افرق ما بين حاجه في النطق. كانك اتخبطت. ايه كانك بتقول له في ايه. في ايه، عارف لما تقول لحد في ايه. ف ايه والاخيره دي نازله لتحت. اي. ايه. اي. او ممكن تعملها تاني كحركات. لفوق. ايه زي ما انا. اي لتحت. ايه. اي. طيب وديت سي وديت ست. سي ست. النطق قريب من بعض شويه. كمان هنا او. 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 تعالوا نغني الحروف مع بعض. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. noch einmal. noch einmal معناها مرة كمان. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. وبكده نكون خلصنا الحروف اللي احنا عارفينها. في بعض الحروف اللي هي زيادة في اللغة الألمانية عن اللغة الإنجليزية، تعالوا نشوفهم مع بعض. هنا دي اسمها اس ست أو تشارفس اس، ودي عبارة عن 2 اس مع بعض. هنا في الحروف ملاحظ عليها نقطتين. عارفين انتوا الحروف عندنا لما يبقى عليها ضمة أو كسرة أو كده، هي دي شبهها. دي اسمها A. شايفين تاني حرف اللي هو A؟ دي نفس النطق بتاعها. دي مش دي نفس النطق دي اللي هي A. طيب اعرف انطق دي ازاي؟ لان دي بتلخبط ناس كتير جدا. ناس مدرسين اساسا ممكن يكونوا بيتلخبطوا فيها. في تركايه بسيطه كده هتسهل لك الدنيا. انت تعمل شكل حرف
الاو وبعد كده تنطق حرف الاي. يعني انا عامل حرف الاو وبعد كده اقول اي اي. هتقعد تعوج في بقك كتير وممكن ما تجيش معاك، بتاخد وقت شويه. تاني مره كمان بتعمل شكل حرف الاو وبعد كده تنطق حرف الاي اي. هنا بعمل شكل حرف اليو يو، دي او ودي او. تاني ده كان سبب من اهم الاسباب اللي ما خلتنيش ابدا بالحروف، لان انت هتركز في الحرف وتبص لكل كلمه وتقول هو بيتنطق هنا ازاي، مع ان في النطق الشكل بيكون مختلف والشكل بيكون سلس اكتر. فتاني الحروف عندنا الاس ست، وهنا بنسميها الا اوملاوت، الاو اوملاوت، والاو اوملاوت. اوملاوت يعني اماله، الحرف مايل شويه. باختصار شديد دي كلها الحروف، ودي بعض الملاحظات، ودي الحروف الزياده في الالماني: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. وكمان عندنا الحروف اللي هي زياده في الالماني: شارفس اس، ا اوملاوت، او اوملاوت، او اوملاوت. وبكده نكون خلصنا الحروف الابجديه في اللغه الالمانيه. تعالوا دلوقتي نتعلم حاجه جديده الا وهي الارقام. الارقام بالالماني معناها زahlen. دي زahlen يعني الارقام. اول حاجه رقم صفر اللي هو نول، نول نول. eins eins zwei zwei. نول eins zwei. خلي بالك هنا الاس دي ناس كتير بتقولها eins، لا هي eins eins. ركز قوي في النطق. نول eins zwei drei vier zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun. تاني الأرقام من صفر لتسعة: نول eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun. تعالوا بقى نخش على رقم 10 ألا وهو زين. زين زين يعني رقم 10. زين. يبقى احنا كده خدنا الارقام من 0 ل 10. تعالوا نكمل لحد 16. انا ليه خليتها لحد 16؟ لان انت شخص في اولى اعدادي او شخص هيبقى واصل ثالثه اعدادي اكيد مش هيكون عدى 16 سنه، علشان لما يجي يعرف نفسه ويقول انا سني كذا يبقى قادر ان هو يقول عمره قد ايه بالظبط. يلا مراجعه سريعه تاني: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. رقم 7 ده ناس كتير بتتلخبط فيه، بيقول زيبن. لا هو بيتقال بطريقه ثانيه: زيبن. زيبن زيبن زيبن. انا بحاول اوصل لك النطق الصحيح اللي الالمان بينطقوا. اوكي تعالوا نكمل تاني. 1000 11 يعني 1000، 12 يعني 12 12، 13 يعني 13. يبقى احنا قلنا 1000 12 1000 12. المميز بقى ان من 13 ل 16 شبه اللي هنا، بقول دراي يبقى دراي، فيا يبقى فيا، فمف يبقى فمف، 6 بقولها زيشتسين. فانا بقول الرقم وبعد كده تسين. مش احنا خدنا ان رقم 10 يساوي تسين؟ يبقى تسين هتبقى موجوده واضيف الرقم دراي تسين، فيا تسين، فمف تسين. هناك 6 لا هنا هتبقى زيشتسين زيشتسين. تعالوا نعمل مراجعه سريعه مع بعض على الارقام كلها. دي تسالن. 0 يعني صفر، بعد كده نبدا من 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. من اول 11 1000 12، ومن اول 13 ل 16 13 14 15 16. وبكده نكون خلصنا الارقام من 0 لحد 16. اخر حاجه معانا النهارده هي دي فاميليا. دي فاميليا، فاميليا اللي هي العائله. فاتا فاتا الاب، متى متى الام. خلي بالك عشان في خطا شائع، الناس كتير بتقول موتى بس النطق الصحيح هو متى متى. اخت يعني شفستا شفستا. اخ يعني برودا برودا برودا. فكده معانا فاتا متى شفستا برودا. لو انا عايز اقول والدي انا هقول ماين فاتا ماين فاتا.
لو عايز اقول اخويا هقول ماين بغودا، ماين بغودا. انما لو رحت لوالدتي او اختي حاجه فيها تانيث بقول ماينا. انا قلت ماين لو مذكر، ماينا لو مؤنث. ماين فاتا، ماين بغودا، ماينه موتا، ماينه جفيستا. يبقى ماين فاتا، ماينه موتا، ماين بغودا، ماينه جفيستا. دي كانت مجرد البدايه في الالماني. الموضوع سهل جدا واللغه سهل جدا، ومع الماني برواقه الموضوع سهل وبسيط جدا وهيكون بكل رواقه. الماني برواقه مفيش لا ابسط ولا اروق من كده. أشطر أب، تعليمك بقى أشطر.